تخيلوا حياً هادئاً حيث يتحطم السلام فجأة. سأغوص بكم في حدث مروع هز منطقة برنوسي، قصة مقلقة بقدر أهمية فهمها. كان يوماً عادياً في برنوسي، حتى لم يعد كذلك. استسلم شخص لغضب مفاجئ لا يمكن تفسيره، وأطلق العنان لهجوم مروع. مسلحاً بسكين، جاب الشوارع، وعقله مشوش، ونواياه قاتلة. وقع 7 أشخاص ضحية لهذا الهياج الوحشي، كل واحد منهم قصة منفصلة، مأساة منفصلة. من بينهم يرقد أحدهم في حالة حرجة، يصارع من أجل الحياة، كتذكير صارخ بهشاشة السلام والأمن. ما الذي يدفع الشخص إلى مثل هذه التطرفات؟ ما الذي ينكسر في الداخل ويحول العادي إلى وحشي؟ هذه هي الأسئلة التي تطاردنا، والتي تدفعنا إلى النظر بشكل أعمق، لفهم الأسباب الكامنة لمنع أهوال المستقبل. بينما نستكشف هذا الحدث الكئيب، فإننا لا نسعى فقط إلى السرد، بل إلى الفهم والتأمل. هذه ليست مجرد رواية لجريمة، إنها عملية تعمق في النفس البشرية، بحثاً عن ما يكمن في الزوايا المظلمة لعقل مضطرب. ترقبوا بينما نجمع أجزاء القصة معاً، ونكشف عن الدوافع، ونأمل أن نجد إجابات قد تمنع مثل هذه المآسي في المستقبل. هذه أكثر من مجرد قصة، إنها درس في الجوانب المظلمة الإنسانية، ودعوة لليقظة الدائمة والتعاطف الدائم. تذكروا، خلف كل عنوان رئيسي هناك حياة بشرية ومجتمع تغير إلى الأبد. دعونا نضمن عدم نسيان قصهم.